انا صقر قريش، ممكن اجاوب حجي وعد؟ تفضل. اني اخوكم صقر قريش من التيار السني الاموي. هذا من جماعه البارحه قبل اللي طردته حجي. التيار السني الاموي، شنو الاموي يعني؟ التيار السني الاموي نحن لسنا كالسنه التقليديين، احنا سنه على سنه الله وعلى كتاب الله وسنه رسوله والعقيده والفقه نفسه، لكن نحن احاديث الشيعه لا نقبل بها كما كان الامام مالك والامام الاوزاعي والامام الجوزجاني. لا لحظه سيد، لا سيد، ما انا حتى افهم، انا اول اسمع بالتيار تيار سني اموي. موجود تيار قوي، والكل حتى السنه التقليديين ليش يكون من عندنا؟ لا اخونا القريش، لا تكذب لا تكذب، هناك اهل السنه والجماعه، انت تمثل نفسك، لا تكذب. اجاوبك بالادله، ستش عليك اجاوبك بالادله. لا تكذب اموي، هواك اموي، دعك في اميه، اما لا تلبس علينا نحن اهل السنه والجماعه، لا تكذب. اجاوبك بالادله. تسمح لي اجاوبك بالادله؟ اول شيء خل اعرف بس لحظه، انا راح اتركك تتكلم وبس اريد اعرف رايك. هل عندك الحسين عليه السلام من المؤمنين وان خروجه خروج مبارك او لا؟ اول شيء موضوع الحسين مؤمن، لا شك، لم ياتي بصنم ويعبده، لكن الحسين كان مخطئ وخطا كامل، والحق كان مع يزيد بن معاويه عليه السلام. ابدي افصل لك؟ لا تبقى، والله انا احب واحد يجاوب مباشره. حجي وعد، انا ما هي لو ابيض لو اسود، ما في رمادي. والله انا احترم اي انسان يجيب مباشره وين اختلف معي في انت تقول انه تقول يزيد عليه السلام، طيب والحسين عليه السلام؟ الحسين عندي اول شيء اثنيناتهم تابعين ليسوا صحابه، وانا عندي اللي قدم للاسلام، من قدم للاسلام اكثر؟ يزيد بن معاويه. طيب 14 دوله فتح الاسلام، اما انجازات الحسين ما هي انجازات يعني حجينا يزيد عليه السلام حينما قام كما يقول امامك ابن كثير تلميذ ابن تيميه، عندما قام الى قرده ينكزها فعضته، هم عليه السلام حينما كان ينكز القرده. ها؟ اجابك روايه ضعيفه شو هذا طلع خلوني وياه. عليه السلام حينما كان ينكز القرده، تعرف شنو ينكزها؟ روح اكتب ينكزها في اللغه. انا اجاوبك استاذ هيثم، تسمح لي؟ لحظه قبل ان نعبر الى لا لحظه يا اخواني، انا المتصل واحد يحاورني واني تدللون. هو السيد ميثم راح يحاورك، بس لحظه. انا استاذ وعد ايضا اريد محاورة ان شاء الله يا اخوان. او الاخ فادحه، اخواني انا المتصل غير من حقي اعرف توجه المتصل حتى اعرف نوعيه الاسئله التي الان هو قال أنا من التيار السني الأموي، أريد الناس تسمع إيش هذا التيار حتى نعرف. التيار السني الأموي نحن أهل السنة والجماعة. طيب. أنا كعقيدة أصول وفروع من الأحناف، لكن لما نأتي لرأي مثلا لأبو حنيفة يقابل رأي صحابي أو رأي معاصر ليزيد، نأخذ رأي الصحابي مفضل على أبو حنيفة عندي مثلا. بالتيار السني الأموي تلاقي الحنبلي المالكي الشافعي الكل. زين نفس الشيء. الفرق الآن بس خليني أكمل لك. لا والله فهمتك. حياك الله شيخ صقر، حياك الله شيخ صقر، شيخ صقر حياك الله. حياك الله شيخ ابو عابده. حياك الله. هذا الاستاذ حجي وعد، انا بدي اعرفك ان شاء الله ومن نفعت مره ثانيه اعرفك بنهجنا. حياك الله. اي روايه في الفضائل عن علي بن ابي طالب لا نقبل بها. حتقول لي ليش ما تقبلون بها؟ شنو القصه؟ اقول لك لان كل الاحاديث الوردة بكتب السنه حتى بالصحيحين فضائل علي كلها مرويه من الشيعه، وحسب قواعد علم الحديث رواية الشيعي مبتدع عندنا، ورواية الشيعي لا تقبل لأن المبتدع رواية الشيعي لا تقبل لأنه مبتدع. يعني بس لحظة، أنا أحترم. أجاوبك والله. لا أجاوبك بس لحظة ابقوا وياي أرجوكم، لا حد يتدخل، كل الأخوة والأخوات ولا تركتم كل الأصوات. لحظة الآن، هل باب مناقب أمير المؤمنين في البخاري هل هذه كذب؟ كلها ضعيفة. تدري ليش؟ لأن مروية من طرق شيعية، والشيعي مبتدع ولا يؤخذ من المبتدع فيما يقوي بدعته. والله يا أخي اسمع عمي، أنا أحترمك. اسمع، أنا أحترمك لوضوحك بالأجوبة، وأنا أريد أستغل هذا الوقت. يعني الآن خلي هذه اللي باب مناقب أمير المؤمنين في البخاري هذه ضعيفة ولا تثبت بأي كتاب كما قال ابن حجر العسقلاني. لا انت ممكن تجاوبك بواضح.
لحظة يرحم أنا لا صير واضح وياي وأنا احترمتك. شنو الأصل لهذا الشيء؟ أنا ما أريد في أي كتاب، ما أريد اسمع، أنا كلامي واضح وعندي غاية. أي في هذا البخاري، في البخاري أي. أنا ما أريد كتاب آخر، البخاري أي. المناقب لأمير المؤمنين، إذا كل هذه المناقب كذب، ضعيفة ومكذوبة كما قال ابن حجر العسقلاني، لم تثبت. في لسان الميزان. سمعتم اخواني؟ هذا البخاري في اذا طعن في البخاري، وسائل السنه والجماعه لا يطعنون في البخاري. فانت لا تمنع السنه والجماعه. هم يتقربون بكره علي بن ابي طالب، يتقربون الى الله بكره علي بن ابي طالب. يا الله، رد علي يا ابو عائشه، فقد نسف البخاري في الجدار. رد علي يا ابو عائشه. من يناقشكم؟ واحد من عندكم يناقشني. اللهم افرغ علينا صبر. يا اخواني لحظه، انا مو قلت ما حد يتدخل، خليني انا وياك بس لحظه. اخواني هل تعتقدون اني انسان ساذج؟ يا اخوان مو والله تعبت اعصابي، والله العظيم تعبت اعصابي، لا حول ولا الا الله المشتكى، والله العظيم. خلي افصل لك. ذكر ابن حجر العسقلاني. بس لحظه يا اخونا عمي، لحظه، انا ما اريد، خلص جاوبت انت فهمت. انت مو انه فوقاهم، هم ما يفهمون شنو داعي اشتغل اني، والنوبة فوقهم. الان احنا وصلنا الى طريقه ان البخاري ضعيف. عمي سيد متى تاخذ القناه؟ الله يبارك بيك، خل انا اروح لان انا اعصابي تنهار. اخونا الفاضل، دقيقه استاذ ميثم، اسمعني، لازم اكمل كلمتي وبعدها اسال اللي تحبه. ذكرنا باب الفضائل لان صحيح البخاري رحمه الله في العقيده وفي الفقه صحيح 100% ومغمضين من قبله، اما باب الفضائل وبالذات فضائل علي فكما ذكر ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان الجزء الاول صفحه 13 قال احاديث الفضائل تقع ضمن اوديه الاحاديث الضعيفه